السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين حبايبي الحلوين، ربنا يبارك فيكم يا رب. النهاردة جايبالكم فيديو حلو خالص ما شاء الله. الفايش طبعا، الفايش وخصوصا فايش الصيد، حاجة كده من الآخر ما شاء الله، الله أكبر. بطريقة سهلة، بطريقة بسيطة، بخميرة بلدي لبن وسمسم أو لبن وفول. المهم ايه، خميرة باللبن، ما فيهاش أي خميرة بيرة خالص. شوف الجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي قدامك، الله أكبر. عملتها بايه؟ بخميرة بلدي، كاتبالك كل حاجة وجايلالك على كل حاجة من أول ما تعملي الخميرة لحد ما تقطعي وتحمصي ويطلع بالنتيجة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. وتفرجي معايا على آخر الفيديو وانت تعرفي كل اللي انت شايفاه ده قدامك ما شاء الله. طريقة سهلة وطريقة بسيطة، وخليكي كده نشيطة، والبيوت الحلوة اللي فيها الخير يدوم علينا وعليكم الخير يا رب. وصلوا على الحبيب المصطفى. نبدأ معانا بقى الفيديو بتاعنا ان شاء الله. ده انا كده جايبالكم بس ايه وانا بطيب. بصوا شكله، بصوا الجمال بتاعه، بصوا الحلاوة. خميرة بلدي في عز البرد، في عز المطرة، والمطرة بتنطر، وانا عملت الخميرة. بصوا الشطارة والحلاوة، صلوا على الحبيب المصطفى. والطعم كان ما شاء الله، الله اكبر. وكمان الحلاوة اللي فيه تطيب. بص الحاجة الحلوة بتطلع بسرعة، نقول عليها احنا ايه، يخش ويطلع يخش ويطلع على طول، ايه بالمنظر الجميل ده اللي انتوا شايفينه، مجمع من فوق ومن تحت، الله اكبر، بطريقة حلوة خالص. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة، الله اكبر ما شاء الله. وما بيغلبكيش خالص، مش متعب. انت بتعملي الحاجة، بتعملي الخطوة، خطواته كتير، ايوه بتعملي وتشوفي وراك ايه تاني بتعمليه وترجعي له تاني. هو ده حلاوة الفايش، ان انت مش بتقعدي قدام الفرن وتستنيه، لا بتعملي اي حاجة انت عايزاها وبعد كده ايه تبدأ بيه. بصوا معايا، الله اكبر، جرس الله اكبر. ده انا بحبه جدا طري. ودي تبقى الجرس برضو الفلاحي بنفس الطريقة. بصوا الشكل، بصوا الجمال، طراوة وحلاوة ومجمع من فوق ومن تحت، وشكلها بصراحة وريحتها مع السمنة ما شاء الله. كده اول خطوة احنا نبدأ معاكم اللي هو دي بقى الخميرة. يعني بصوا انا مخبياها مدفياها مستخبيها، بصي مغطياها بجد ايه، جايبه المفرش مهير او اي حاجة عندك مهير الاحلى في الوقت ده. بصوا مستخبية ازاي. دي الخميرة بتاعتنا، ده سر الفايش الصعيدي او الفايش البلدي، ده سر بتاعه. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة، اللهم صل عليك يا حبيبي يا مصطفى، اللهم صل على الحبيب المصطفى. بصوا الجمال والحلاوة. دي اسمها خميرة لبن او الخميرة البلدي بتاعتنا. دي بتبقى معمولة بلبن، البرطمان ده جزاز لازم يبقى ناشف مفيهوش اي ميه خالص. بتحط فيه حبة سمسم وشوية لبن، وبتخليه تاني يوم في نفس الميعاد. بص بيبقى رافع معاك ازاي، تبقى المية فاصلة من اللبن. طبعا انت اول حاجة بتعمليها بتجيبي شوية مية دافية بجهاز الخميره بتاعتك زي كده، وبتحطي فيها الخميره. هتلاقيها بص عامله زي اللي احنا نقول عليها زي الجبنه المفششه، عندنا هنا نقول عليها عامله زي الجرس، الله اكبر. بصي فاصله خالص اللبن عن الميه، بصوا الجمال. الجرس ده هو ده السر في الفايش، هو ده السر في الخميره، هو ده اللي يعمل لنا الخميره. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. على فكره بالظبط شوب لبن هو اللي عمل البرطمان ده، وعملت منه كميه العجين اللي انا عاملاها دي، عامله حوالي اكتر من 13 كيلو دقيق. صلوا على الحبيب المصطفى. انت بس ميه دافيه وبتلفيها زي كده، تفكيها وتنزل عليها بحوالي كيلو دقيق او اكتر او اقل حسب راحتك انت. يعني انت بتكتري براحتك، بس كله بيدي نتيجه واحده في الاخر. تنزل عليها بالدقيق زي كده، والميه قلت لازم تبقى دافيه مش سخنه خالص عشان ما تسلكش معاك الخميره. وبتنزلي بها كده ايه وتحركيها زي كده اهو. بتبقى عامله زي عجينه الجلابيه، حاجه كده ايه، او خلينا في عجينه الكيك اللي انتوا عارفينها. متبقاش تخينه ولا ميه، بحيث ان هي ايه تديك قوام لما تختمر كده. انا ايه عملتها، بصي حوطها كده بدايه، معلش لان انا كنت بصور بايد واحده. بصوا تبقى بالقوام ده، ترش عليها. بص تخلصيها من الحله، ويفضل يا استانلس يا حله الومنيوم ان انت تحطي فيها الخميره علشان تبقى سخنه ودافيه وتطلع معاكي. بتاخد حوالي وقت ساعه ونص، ساعتين بكتيره، وتطلع معاكي ما شاء الله. تبقى انت في الحاله دي جهزتي دقيقي وجهزتي سمنتك وجهزتي الحاجه اللي انت هتعجني فيها، بتبقي مجهزاها ومسخن اللبن والكلام ده كله، هنشوفه مع بعضينا. بترص على حبه دقيق كده بسيطه وبتروحي مغطياها وبتسيبيها وتتركها في مكان دافي. انت ما بتستخدملهاش المكان، لا انت بس مجرد ما بتلفها كويس وبتغطيها بتبقى تمام، هتدي نتيجه معاكي. يلا كده انا كنت ساعتها حضرت بقى الدقيق والطبق اللي هعجن فيه، وده لبن اللي في الحله اللي عندك والمغطيه باللون الاصفر، دي الخميره.
وعندك ميه دافيه تاني لو احتجت، ولو عندك خير وربنا زادك ما فيش مشاكل، عجيني بلبن خالص طبعا فايده واحسن. بس مع الغلا دوت طبعا احنا اختصرنا الوقت شويه وقلنا نعجن بلبن، حطيت حبه ملح وحبه سكر ده طبيعي، وكتر السكر شويه هيديكي طعم احلى واحلى. انا بخلطهم على بعض وهعمل كده في النص هكب عليه اللبن، حله اللبن دي مره واحده. طبعا انت بتقولي الميه قد ايه، بصي انا مقدراها يعني مع الشغل ممارسه، عارفه ان كميه الميه دي كميه اللبن دي هتعجن الكميه دي، بس هعوز تاني. تمام، يعني انت حطي على قد الدقيق معاكي، على قد الدقيق ما ياخد معاك عشان متبقاش العجينه طريه. طبعا السمنه انا بقسمهم على مرتين، بحط نصه مع اللبن زي كده فوق الدقيق، وبعد كده بنزل بالخميره اللي هي دي، هشوفوها معايا ما شاء الله. اللهم صلوا على الحبيب المصطفى وقولوا الله اكبر. وده سر الفايس الجميل بتاعنا. بصوا اهي كده اختمرت معاكي، الله اكبر، صلوا على الحبيب المصطفى. شكل الدقيق ليه انا حطيته المره اللي فاتت علشان بس اعرف ان الخميره طلعت ولا لا، بس هي بتبقى باينه، حطيتيها او ما حطيتيش بتبقى باينه. بس هي مامتي الله يرحمها كانت بتعمل كده، وستاتنا وحبايبنا القدام كانوا بيعملوا كده، فانا عملت بنفس الطريقه. بس هي مش هتفرق. تنزلي بالخميره عليهم، هنخلطهم في بعض بقى بشويش وبهدوء، واستمتعي وانت بتعجني وسبحي واذكري البركه تزيد في بيتك، الخير يزيد في بيوتنا علينا وعليكم امين يا رب، ويدومها علينا نعمه وحاجه حلوه في البيت ونظيفه ومفيده وبتاكل وبتشرب. يا ماما عايزه اكل، اعمل كوبايه شاي بشويه كحكه، ماما جيت من المدرسه انا جعان، انت مش فاضيه مخلصيش الاكل، تصبيره يعني. وساعات بنبقى بعد ما بناكل طبيخ والكلام ده كله بنعمل شاي بكحكه برضو بناكل. صلى على الحبيب المصطفى. بصوا بقى انا هنزل كده ايه بدقيقه، انا عاوز حبيت انا عارفه ان هعوز ميه، بخلي ميه دافيه جنبي. والله لو عندي خير اعجيني بلبن خالص، ما عندكيش ما فيش مشاكل، كملت بميه اهو. على فكره بعجن بايد واحده، قولوا ما شاء الله عليا واديني الصحه والعافيه ويدوك كمان معايا. بصي اهو ما تبهدليش نفسك وما تغلبيش نفسك، شمري وسمي بسم الله وربنا يديك الصحه والعافيه اهو. طريقه سهله وبسيطه. الفايش مش عايش تشدي وتحطي وتودي وتجيبي، لا انت تلميه على طول، لمي خميرتك بسرعه، يا دوبك تغيري الدقيق زي ما بنقول، وبعد كده هتنزلي بالسمن. انا قسمت السمن حطيت نصه في الاول مع اللبن زي ما انتوا شفتوه، وبعد كده هغرز بباقي العجين. يعني ال 13 كيلو دول خدوا علبة سمن 2 كيلو، وانا حطيت عليهم زبدة بلد عشان يدي ريحة وطعم حلو، فعشان يبقى ريحة الفايش مفحفح. بصوا اهو انت بتلمي بتغيري بدقيق بس، ما مش ما بتمرسيه، لا ما تمرسوش، انت يا دوبك بتلميه. وما شاء الله صلوا على الحبيب المصطفى. العجينه سالكه والله اكبر، بس انا كده بخلص ايدي من العجين، ايد واحده ما نفعتش، فالايدين لازم نعجن بايدينا الاتنين، الفايش لازم يتعجن بايدينا احنا الاتنين. ما شاء الله صلوا على الحبيب المصطفى. بصوا بقى ايوه بدايه الاتنين كده وشمرت واشتغلت، هو ما ينفعش الا كده العجين وحلاوته. ومصلى على الحبيب المصطفى كمان مره. بصوا الجمال، يديني الصحة والعافية ويديكم، اعجني ببيتك خير 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 خير، ربنا يكتر خيركم يا رب. بصوا اهو. وفي نفس الوقت انا بعد ما بخلص بغطيه وبلفه ودفيه واسيبه يخمر. هو الفايش بياخد مروح بياخد وقت بس كده، لكن تعب والكلام ده كله لا ما بياخدش تعب. انا رحت غسلت عملت اكل عملت اللي ورايا، رجعت من المدرسه كنت بدات اعمل الكلام ده كله، لان انا برضو تعرفين ان انا بروح المدرسه وباجي اشتغل ما فيش اي مشاكل عندي، يعني ما تعطليش نفسك. بتنزلي بنبصي بباقي السمنه عليه وغرزي، غرزي بقى ايديك بقى ايه، هتخلص ايديك خالص من العجين اللي فيها بسبب السمنه اللي انت ايه حطيتيها. بيخلي الفايش، ولو زودتي كمان حبه سمنه تاني بيخلي الفايش ايه مجرمش. الله اكبر. ايه كده تحطيه في اللبن او الشاي، بصي بيدوب دوب، او تجرجشي كده. الله اكبر. انا اولادي بيحبوه ياخدوا الفايش كده وعليه جبنه، وما شاء الله عليهم يعني بصراحه. بصي انا يا دوبك اغيب سمنه اهو. تفضلي كده تجيبي حطي ده على ده، انت ما بتعمليش الا اكتر من كده، تجيبي الناحيه دي على الناحيه دي، خلصي السمنه خالص من قعر الطبق او الحاجه اللي انت بتعجني فيها اهو. باقي السمنه خلصي عليها ما تخليهاش، بس طبعا نخليها شويه السمنه تدهني بهم الصينيه، خليكي ناصحه وشاطره الدنيا غلا. تمام اهو، تدهني بهم الصواني يعني، بتخلي شويه على جنب اهو. ما شاء الله. بصوا وهي شغاله معاكي زي اللي بين، الله اكبر ما شاء الله. على فكره ده دقيق عليه جمح كمان، مش دقيق فينو بس.
الجمح بصراحة مهم وبيدي طعم وحلاوة لأي حاجة، لأي مخبوزات أو أي حاجة انت بتعمليها بالدقيق. الجمح بيبقى حلو، ما عندكيش ما فيش مشاكل، أي نوع دقيق يشتغل معاكي. الفايش أي نوع دقيق بيشتغل معاكي. بصوا الله أكبر ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم باذن الله، وانا مبسوطه خالص ان انا معاكم. واي حد منكم عايز حاجه يبعتلي في التعليقات وانا انفذها. وطبعا ما تنسوش بقى اشتراكوا في القناه ولايكات بقى عشان يرفع معانا الفيديو، وربنا هو المستعان ان شاء الله. بصي اهو تلميها احساس جميل على فكره وانت ماسكه العجين ده، وبصراحه يعني مش عايزه اقول لكم الشعور حلو ازاي. اللي هتعجن بتعمل هتجرب وتعرف احساس حلو لما تعملي حاجه كده حلوه وانت اللي عاملاها بايدك. احساس حلو بجد بجد يعني، والعيال بيبقوا فرحانين في البيت بجد يعني. بصوا انا كده خلصت عجين، كل اللي هعمله انا هغطيه. انا بقى مش هنجيب زي زمان بقى بطاطين ونحط مش عارفين الكلام اللي كانوا بيعملوه امهاتنا يدوم الصحه والعافيه زمان. كل اللي هعمله هو كيس هغطي بيه، هقفل الهواء اللي يخش للعجين. انا مادام قفلت الهواء اللي بيخش العجين الكحك بيخمر براحته خالص. الخميره البلدي عايزه كده، عايزه مكان دافي. مكان دافي ازاي؟ ان هي نفسها بتطلع سخونه، لان هي الخميره كان حي على فكره، عباره عن فطر، فبيشتغل معاكي بيبقى سخن ويسخن لك العجين. كل انا هعمله هكتم الحراره بتاعته اهو زي كده. هلفه بكيس، وطبعا نفس المفرش اللي عملت بيه الخميره اللي انا مجهزاها ومخلصاها على طول الكحك كده، لفيت بيه. دي دفايه هتلفي بها القهوه. كل ده انا عملته كده بالظبط وسبته. بسيبيه لمده حوالي ساعتين، ساعه ونص، ساعه ونص وساعتين، بيكون ما شاء الله كده هيملى الطبق اللي عندك ده. حلو. بعد شويه تكون انت بقى بصوا اهو هو بدا خمر اهو. بصوا الشكل. الله اكبر. صلوا على الحبيب المصطفى ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كده الكحك بتاعنا هيبقى الله اكبر. بصوا العجينه طلع ما شاء الله، وخميره بلدي من غير خميره بيره ولا اي كربونات ولا اي حاجه ولا بيكنج باودر ولا اي شيء. بصوا الله اكبر ما شاء الله. كده معانا اختمر. يبقى احنا كده هنبدا نكون مجهزين الصواني وبندهن وكده هنقطع. انت بتقطع على فكره، انا بعمل الشغل ده اوردرات فبعمل بسرعه عن كده. حاولت على قد ما اقدر ان انا ابطأ شويه وانا بقطع علشان بس تتفرجي وتشوفي، لكن انا بشتغل على طول على طول عشان بس اخلص. بصوا صلوا على الحبيب المصطفى. بصوا الجمال. بنقطعيه براحتك، تقطعيه صغير، تقطعيه كبير، تقطعيه مدور، تقطعيه مطول، الشكل اللي انت عايزاه كله في الاخر هيطلع معاكي كحك وفايش وهيبقى ما شاء الله. الله اكبر. كده انا خدت صينيه. طبعا الجو لما برد بصوا الصينيه التانية السمنه عندك من الجنب ده، مجرد ما بكبها الاقي لان المكان بارد احنا في الشتاء. فكل اللي انت هتعمليه اهم حاجه للكحك ولا الفايش ده ان انت تسخني وتدفي المكان. دفي المكان باكتر من طريقه واكتر من وسيله. اهم حاجه يكون المكان مقفول مفيش هوا داخله، تمام. اوضه ولا حاجه ولا مكان اللي انت بتعجني فيه او حتى في المطبخ حلو خالص وكفيله عليه. ويا سلام لو انت بتطبخي ومشغله الفرن البوتاجاز او الفرن وبتطبخي يطلع معاكي من غير ما تحسي في الشتا دي بالذات. اهو انا بدأت ان انا مسكت صينية وهملاهم واقطعهم لحد ما اخلص كمية العجين كلها. اهو خلصت. نبدأ في صينية كمان. بصوا مع البرد دي سمنة مجمدة. بصوا اهو كنت بدأت انا اولع عندي الفرن جنبي عشان بس يدفي المكان. اهم حاجة ان انت بتسيبيه يخمر براحته على الصواني، وهوريكي شكله وهو مخمران هيبقى شكله ازاي. تعرفي ازاي؟ لانه لو اختمر معاكي حلو هيطلع كحك الله اكبر، يطلع فايش. احنا بنقول على الكحك على فكره في الصعيد عندنا فايش وكحك، هو نفس الكلمه، مش الكحك اللي هو المبسوس بس عشان تلاقيني بيقول كحك لا، هو اسمه كده عندنا كحك واسمه فايش في نفس الوقت، مش المقصود بيه المبسوس يعني. اهو انا هبدا اقطع واكمل. كنت في اللحظه دي بناتي بيجهزوا لي باقي الصواني، كنت مجهزاها مدهناها برضو وانا بدوس عليها دهان تاني وانا بشتغل، علشان برضو نساعد بعضينا. والطفل او اي حد معاك في البيت لما بيساعدك بيلاقي متعة، بيلاقي فرح، بيلاقي سعادة، وبيحس ان هو عنده قيمة في البيت. معلومة يلا خدوها، لازم كده اطفالنا وولادنا لازم نخليهم يساعدونا معانا في كل حاجة في البيت. اديهم مسؤولية، اديهم مهام تنمي الثقة فيهم سواء كانوا بنات او اولاد. كده انا بقطع
وانا طبعا مش هجيب كل فيديوهات التقطيع، هتاخد مني وقت، فانا حاولت ان انا اجيب لكم بس عشان بس تشوفوا الطريقة ازاي، وبعد كده كملت باقي العجين مع نفسي. مهم. بصوا اهو، قطع وارمي على طول وحرك ايديكي، وفي البرد ده الحركة حلوة، الحركة بركة، يديك صحة ويديك عافية ويديك طاقة ويديك إيجابية ويديك سعادة ويديك نشاط، يديك حاجات كتير. بصوا، واذكري الله وانتي بتقطعي وانتي بتعجني، اضحكي مع اولادك، بصي يعني خليكي كده فرفوشة، خليكي عاملة فرحة وبهجة حواليكي في وسط اولادك اهو بقى. بصوا انا جربت اخلص، معلش جبتلكوا كمان صينية تاني وانا بقطعها اهو بكل سهولة. انت بترفعي بس الكيس على جنب، ما تعريش كل العجين كله عشان ما ياخدش منك هوا. لو في الصيف بقى الكلام ده ما بياخدش وقت كتير، الخمران ده ما بياخدش وقت كتير لان الجو حر اساسا. مجرد انت بتحطي الكيس عليه كده وما تحطيش عليه غطا بيطلع معاكي ما شاء الله مش مغلب. وفي الشتاء بس سبحان الله فايش الشتاء احلى من الصيف علشان اللبن البقر والجاموس يديكوا العافيه والصحه كده، بيبقى اكله دسم اللي هو فيه البرسيم، فاللبن بيبقى مفيد حلو خالص ومليان، فبيبقى طعم الحاجه سبحان الله تختلف. الغذاء بيفرق في نوع في كمية اللبن وفي نوعها، حتى طعم الزبدة، زبدة الشتاء زي غير زبدة الصيف. بصوا اهو انتي دوبك بتمسك العجينة وبتكوريها كده او تطوليها عادي. بصي زي ما انا بعمل كده مفيش مشاكل اهو. هتلاقيني مش ملاقيه مكفية المكان، هضطر ان انا اعملها كده برضو اهو، شوفيها اهو، ولا صحف ولا تغلبي نفسك، غير الشكل على طول بعينه برضه هيطلع فايش، وهتقطعيه وهيطلع زي بتاع المحلات كده عريض وما شاء الله عليه. اللي يشوف يقول ده جاهز مش معمول في البيت. خليكي ست شاطرة وست ناصحة، والله اكبر كده، وصلوا على الحبيب المصطفى اهو بكل سهولة. وديكي بتنعم على فكرة من العجين والسمنة والزبدة والحاجات دي خالص. بصي شكله بعد ما بيخمر بيبقى كده، تحط صباعك ما بيعملش علامة، ما يعملش علامة، ما يعلمش كده، معناه ان هو اختمر وخد خمره التمام، ما زادش كمان في خمره، لانه لو زاد عن خمره بيفوش يعني. بصي لكن ده حلو معجول تمام. هنبدأ بقى نطيب، احنا كنا مطيبين ونكمل باقي تطيب. بصوا شكله الله اكبر يفتح النفس ما شاء الله. يلا بقى دوسوا بقى اشتراك ولايك في القناة، يلا خلي اللينك يرفع معانا، صلوا على الحبيب المصطفى، وشير اكيد طبعا، نفرج حبايبنا ونور كل اللي نعرفهم على الجمال والحلاوة والشطارة بتاعت ام مصطفى. بصوا بقى سهل خالص وجميل ويفتح النفس كده لما يبقى العيش طالع من فرن. الله اكبر، شايفين شكل الجرس حلوة كيف مجمع من فوق ومن تحت، لان الخميرة معاكي صح، لان العجين معاكي صح، لان الخمران معاكي صح، فاي حاجة من الحاجات دي كلها تمام. يدخل ويطلع على طول صواني، ما بيأخرش في التطيب، ما بيعوجش، وبتلاقيه وش واحد يعني مش حتة نية لا وش واحد. معلش انتوا ممكن تلاحظوا ان في حتة محروقة من على الجنب ده بس عشان الفرن بس ساعات بيعلى مع نفسه مجنون تمام. بصوا بقى الجمال الله اكبر، صلوا على حبيب المصطفى. بقى في شويه حته جرثه من دي وحته جبنه حليب من الاخر، احلى عشاء احلى فطار احلى اكل، مفيش احلى من البلدي. بصوا ما شاء الله سخنه وطالعه وايه مفحفحه، الريحه مفحفحه بتاعت الزبده البلدي كمان عليها اللي انا حطيتها، عامله طعم وريحه ما شاء الله. بصوا طبعا الجيران في الشارع شامين الريحه، ام مصطفى عامله ايه فايش. الله اكبر. هنكمل تطيب بقى، بحب اوريكم كمان. بصوا اهو نبرديه، بتبردي صينيه، وبعد ما بيتبرد بترصيه على جنب وبتغطيه عشان وشه بس ما يقشرش. وبعد كده بتبدا ايه ما تحمصيش على طول، انا افضل عملتيه بالليل يبقى ان الصبح نقطع ونحمص، عملته في الصبح يبقى اخر اليوم اقطع ونحمص. ليه بقى؟ لان العيش وهو بيبقى لسه معمول هيتقطع معاكي ويشرشر في ايدك، يبقى شكل الكحكايه مش حلو. لكن لما تسيبيها زي العيش البايت كده، لما تسيبيه يريح براحته هتقدر تقطع فيه بالسكينه ويدخل معاكي بسهوله. بص منظره لما انا سبته ريح كام ساعه. رحت عملت مصالحي وطبخته، والعيال كان عندهم امتحانات، بصنا على الامتحانات مفيش اي مانع اهو. ترجعي تقطعي كحكك وفايشك ورصيه
على صوانيكي، حطيه على الفرن وبتوطي النار على نار هاديه خالص، شمعتين من ناحيه دي ومن ناحيه دي ومن تحت، وحطي في الفرن. وبرضه اجدي مصالحك واعملي اللي وراك، يعني انت مش بتقعدي له، بس ايه، خليكي معاه عشان ما تحرجش منك خساره بعد تعبك ومجهودك ده كله. طبعا بصوا سهل معايا كيف في التقطيع، سهل معايا في التقطيع، الله اكبر. بصوا اهو، نقطعيه واحده واحده ان شاء الله، وتقطع وترص. بصوا عرضه عريض زي اللي بنشتريه بره، يعني اللي يشوف يقول ده جاهز مش معمول في البيت. وبصي مش يعني باين على خمرانه، تحس ان هو ايه، سليم، ما فيهوش كده حفر. لو في حفر وفي نجر معناها ان الخميره بتاعته مش سليمه. لكن بصوا طالع معايا ازاي، مستوي ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى، كمان زيدوا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. بصوا الجمال والحلاوه اهو، حاجه كده تفتح النفس. كوبايه شاي بقى وايه، ما اقولكيش على اللي انا عملته بلاش، كويس ان انا ما جبتوش. اهو بقى نرصه ونكمل تقطيع ونحطه في الفرن. وبصي 5 5 6 6، ما تقطعوش كله مره واحده عشان ما يتفتولش منك خساره، الدنيا غلا. صينيه صينيه، حط 4 5 صواني فوق الفرن وشغلي فرنك، ودخلي وطلعي ودخلي وطلع، قبل ما يخلص تكوني مقطعه شويه كمان وايه وحطاهم. او عادي لو قطعتين، بس هو الافضل يعني، بحيث ان انت على فكره لو قاعد لبكره وانت كملت التحميص مش هيجراله اي شيء. احنا في الشتاء عكس الصيف، يعني لو انشغلتي وراكي حاجه مفيش مشاكل. بصوا بقى، الله اكبر الله اكبر، صلوا على الحبيب المصطفى. ادي الفايش وجماله، ادي الفايش وحلاوته، تسلم ايدينا. وبصوا بقى، الله اكبر. يلا لايكات بقى واشتراك في القناة عشان يوصلك ان شاء الله في فيديوهات حلوة جديدة جاية بطريقة جميلة. وكل اللي انتوا عايزينه يا ريت تبعتوه في التعليق عادي، وان شاء الله ارد عليك، واللي انتوا عايزينه انا اعمله لكم باذن واحد احد ان شاء الله. بصوا الجمال، بيدوب بيدوب ذوبان، الله اكبر. ولا تعب ولا مجهود، ومش مكلف. هم شويه لبن، شويه سمنه، شويه ملح وسكر وشويه دقيق، ولفيهم بخميره بلدي يعمل لك احلى فايش ليكي ولاولادك، الله اكبر. ويا ريت بقى ايه، اشتراك في القناه ولايكات. بصوا الجمال والحلاوه، صلوا على الحبيب المصطفى. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتتابعوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ويا ريت شير بقى كمان، هتكرم منكم واطلب منكم الطلب ده كمان. بصوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل شعار من عندي وكل جديد من عندي، مين بنت السلطان ام مصطفى. بصوا الجمال والحلاوه.